كلنا كنا منتظرين طبعا الجلسة الأخرانية بتاعة المخرج عمر زهران في قضية شاليمار شربطلي. وطبعا هو حكم بمحكمة جنح مستأنف خد سنة. طيب الحكم كان سنتين وأصبح اتخفف لمدة سنة. اشترك ولايك لو المحتوى عجبك وشير. وطبعا عندنا النهاردة الحلقة دي أو الترند ده بيتكلم عن اتخفف الحكم من سنتين لسنة، وده بيبقى دايما لظروف صحية. يعني المحكمة بتبقى شايفة فيه ظروف صحية، لكن لو الإدانة مش قوية أوي المحكمة ممكن يعني تدي براءة على طول، مفيش تخفيف عشان الإدانة مش قوية أوي. وهنا برضو عمر زهران كان قايل في التحقيقات في الأول خالص إن المجوهرات اللي في البيت عنده دي أخدها هدية من شاليمار، في حين إن محاميه كان بيترافع في جزئية تانية خالص في محكمة جنح مستأنف وبيقول إن مفيش إثبات وحيد إن الحاجات دي ملك شاليمار. فأصبح الإثبات الوحيد فعلا لأن هي لا جايباهم من بره بإثبات على جواز السفر. أي حد بيجيب مجوهرات بره بيثبتوا على جواز السفر، أي حد بيبقى شاري الحاجات دي من جوه بيبقى معاه فواتير. هي لا قدمت فواتير ولا مصلحة الجمارك قالت إن هي دفعت جمرك عليهم، فبالتالي مفيش دليل واحد يثبت إن الحاجات دي ملك شاليمار. إلا مين بقى؟ إلا أقوال عمر زهران في الأول أصلا، اللي قال إن هو واخدهم منها على سبيل الهدية. يعني هو كان الشخص الوحيد اللي أثبت ملكيتها للأمور دي، وده على حسب كلام الصحفي خالد شاهين طبعا، فاللي هو حضر المحاكمة. طيب هل الحكم ده يعتبر الأخير؟ يعتبر الأخير. في نقد بعد كده طبعا، ويعني النقد ده فرصه بيبقى في الغالب يعني مش كبيرة، ولكن هتبقى درجة كده كده لازم المحامين بتوع عمر زهران المخرج هياخدوا الخطوة دي. أنا رأيي إن هو ممكن يقضي المدة كلها والنقد لسه هيكون جلسته ما جاتش. وأنا مش عارف برضه هي شاليمار هتاخد المجوهرات بتاعتها إزاي. يعني بعد ما القضية اتحكم فيها هتقدر تطلب المجوهرات بتاعتها؟ طب هي ما معهاش فواتير. هل حكم المحكمة خلاص كده بتعتقد حكم المحكمة أثبت إن الحاجات بتاعتها؟ مش أثبت، حكم طبعا بالسرقة، إذا الحاجات تبقى بتاعتها، فبموجب حكم المحكمة ممكن تستلمها؟ ممكن طبعا، أو أكيد يعني. هل في احتمالات إن شاليمار شربطلي تعمل تصالح مثلا فتطلعه بعدها خلاص بعد ما أثبتت للرأي العام إن هي اللي كانت صح؟ لا، أنا شايف إن دي سرقة، وقضايا السرقة ما فيهاش تصالح. يعني ممكن تتصالح في الشق المدني بقى لو هترفع تعويض، قضية تعويض تابعة للقضية دي. اتقال كتير طبعا قبل الجلسة الأخرانية دي إن في مفاجآت مع مرتضى منصور ومفاجآت مع فريق الدفاع وبتاع، وفي الآخر محدش اتكلم خالص. حتى مرتضى منصور لحد دلوقتي لسه ما طلعش علق على القضية، وأعتقد طبعا هو مش علق على الحكم لأن هو ما بيعلقش على الحكم خالص. هو يعني بيعلق في الآخر على مسلك القضية يعني. لكن في النهاية القضية دي أنا شايف إنها بنسبة كبيرة خلصت على كده. ده كان ترند النهاردة، وانتظرنا الترندات الجاية.